سيدرا هاتي خبريني، أنت مسلمة سنية، ليه قررتي تتركي الإسلام وتعتنقي الإيمان المسيحي؟ للدين الإسلامي كامرأة بصفتي أنا امرأة هو ما نصفني، ما أعطاني حقي. بتشوف إنه المرأة بالإسلام تشبهت بالكلب الأسود، معناته أنا الكلب الأبيض أحسن مني. هي المرأة المسلمة بتقول إنه الدين الإسلامي هو أكرمة لأنه قال البسي عليك أسود. هي ما بتعرف المرأة المسلمة إنه بالزمان قبل العهد قبل القرآن وقبل الإسلام المرأة الزانية كانت بتلبس مثل المرأة المسلمة حاليا. لما المرأة إذا ما سمعت كلام زوجها بيحق له يضربها. هيدا كرامة للمرأة. إذا المرأة ما قدرت، سوري على هالكلمة، إذا ما قبلت تمارس النكاح مع زوجها، الملائكة بتنعالها كل الليل. تسهر الملائكة عليها للصبح عم تلعن فيها. الله يلعنك الله يلعنك، ليش رفضت؟ قالت له ماني قدرانة. ايه بتضلها تلعنها. ايه نعم. هيدي هي المرأة ناقصة عقل ودين. نحن بنجي بهيدا العصر بنشوف النساء واصلين ما شاء الله لمراتب عليا، وين نقص عندهم بالعقل؟ نشكر ربنا. فرجاني كذا شغلة أنا طلبته فيها، اللي كنت بوقت الإسلام كنت بطلب طول عمري 20 سنة وأنا بطلب رب الإسلام، ولا مرة حقق لي حلمي. بكلمة من يسوع المسيح قلت له يا رب أنا بدي أعرفك إذا أنت موجود، أعطيني هالأمنية اللي أنا بتمناها. ما مضى إلا جمعة زمان وكان حلمي اللي كنت بتمناه من قبل 20 سنة تحقق. فهون بعرف إنه إله حي، هو موجود، هو بيسمعنا. صعب تلاقي إنسان تقنعه تقول له المسيح حي. لما بتيجي تفهم حدا تقول له المسيح حي، اطلبه، هو موجود، قل له أنا بدي أعرفك، إذا أنت موجود هو راح يفرجيك. الإيمان المسيحي اللي شدني فيه إنه كل عمري عم جرب أتقرب من ربنا، ولا مرة سمعني. لما جيت للمسيحية اختبرته، هو قال ها أنا أقرأ. يعني أنا بالأول ما كنت بعرف شو هي المسيحية، أنا ولا مرة تجرأت أفتح الكتاب المقدس لأنه خايفة من الخطيئة، أنا بعمل شيء إجرام أنا رح أتحاسب عليه. بس لما أنا قررت بدي أعرف، أنا ربنا عطاني مخ، هيدا المخ بدي شغله، مش أنا لأنه مولودة من دين خلص المفروض أنتمي لهيك دين، لا أنا بدور على الحق. بكرة وبعده أنا رح موت، وين بدي أكون؟ فأنا بدي أكون بملكوت. فلما بجي أنا بدور، أول شيء بيلفت انتباهي بالإنجيل بيقول من ثمارهم تعرفونه، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. هون بيجي بمخي بفكر إنه من ثمارهم تعرفونهم، معناته أنا بنتمي كنت لدين عم شوف فيه قتل، ما فيه رحمة. والشغل اللي لفتت انتباهي إنه السلام الحقيقي مجرد الإنسان يقبل بيقول له ها أنا يا رب، أنا قبلانتك تفوت بحياتي وتنور طريقي. ما دام ماجي بتحس بسلام. صحيح أنا بعدني ما تعمدت، بس هيدا الشعور لما بتشوف إنه أنت كلمتك بتوصل للرب.